ايه رايكم بقى في الالوان اللي عملناها؟ بصوا، انا ما كنتش ناويه ادهن خالص الشقه اصلا. كنا هنقعد فيها كده يعني، بس قلنا يعني نغير او نجدد يعني. فانا عشان عفشي كله ذهبي زي ما انتم عارفين، فقلت بقى ايه. مامتي بصراحه قالت الفكره دي مش انا. مامتي قالت لنا نعمل الكرانيس دي كده، نلفها بس كده بالذهبي مع الابيض هتبقى حلو. بصوا هنا كمان ده الجرس. بصوا هنا. بصوا شايفين؟ هو بصراحة مدي شكل حلو. أنا عن نفسي يعني بحب الكراتيش دي تبقى سادة، بس عشان أصلا كله سادة، السقف سادة والحيطان كمان سادة ولونها أبيض، فلايق معاها قوي كده يعني. هو بس تطعيمة يعني مش أكتر، فاهمين؟ بس قولي بقى رأيكم. تسليم نايم، وده حمزة نايم برضو. هما تعبوا معايا بصراحة في تنظيف الشقة يعني. بصوا هلكوا الأطفال، اتهلكت. بصوا بقى هنا. طبعا احنا لسه ما خلصناش. بصوا يعني كل ده برضو احنا مسحناها وبعد كده بهدلناها تاني. ليه؟ عشان احنا بتين. بصوا عايزه اوريكم حاجه. انا كنت الاول هحط هنا التلفزيون، وهحط الكنبه الكبيره دي كنت هحطها هنا، والكنبه الصغيره دي كنت هحطها هنا، وجنبها كرسي، والكرسي ده بقى كنت هحطه بقى ايه على الموتيل عادي يعني هنا. فلقيت ايه بقى، لقيت ان انا يعني يعني مش، انا ما جاش في بالي. فمامتي اصلا يعني مهندسه ديكور، فقالت لي لا طبعا ايه اللي انت هتعمليه ده، ده تضييق للمكان جدا. فاحنا هنعمل ايه، هنحط الكنبه الكبيره دي هنا، وهنحط الكنبه الصغيره زي ما انتم شايفين هنا، والكرسيين كده تمام. ولو حد عايز يتفرج مثلا انه في زياده، نبقى ايه نقفل بيهم البلكونه، مفيش مشكله عادي، لان البلكونه اصلا جرار، فمش مش مشكله. هنحط الشاشه ايه هنا. طبعا الفكره عجبتني جدا جدا جدا. انتوا قولوا لي برضو ايه رايكم، لان هي الاوضه مش كبيره، يعني ايه محتاجه فعلا الرصه دي. وكمان عشان الناس تقعد قصاد بعضها كده، ما يقعدوش جنب بعض كده متزنقين يعني، تبقى كده احسن. فانا فعلا شفت ان رايها صح بصراحه. ها، ايه رايكم بقى؟ حلو. ادعوا لي كتير، ادعوا لي كتير، عشان انا تعبت بجد، تعبت جدا في الموضوع ده. فادعوا لي كتير كتير كتير. ودعوا لكل الناس اللي معايا برضه، عشان هما كمان تعبوا بقى ايه عشان ننضف الشقه. هي ما كانش فيها حاجه، هي كلها تراب بقى، كلها تراب كتير قوي. فقعدنا بقى نضفنا وقعدنا نلمع. بس طبعا ده مش عارفين نشيله، البتاع ده صعب جدا بجد. انا مش عارفه، قولوا لي حل اشيله بيه، لان انا سبته ومش عارفه هشيله ازاي يعني. انا سبته يعني، انا حتى قعدت انضف في الشباك كده بس، ادلق عليه ميه لحد بس اما استقر واعرف بقى اقعد اشيل ده تنتوفه. بصوا صعب قوي قوي يعني، مش عارفه اشيله ازاي. قولوا لي طريقه اشيله بيها فعلا، لاني مش عارفه. بصوا ده، شايفين لا سيبكم من السلك، استنوا عايزه اوريكم الازاز نفسه. بصوا يعني دي حاجه كانت خطأ في الشقه واحنا ما خدناش بالنا. بصوا شايفين ده؟ بصوا ده اهو، ده كله كده ما بيتشالش، كل ده ما بيتشالش. انا مش عارفه ازاي ما بيتشالش. هو تقريبا من الشمس او تمليح يعني، عايزه اقول لكم هو خشن. بستلم الشقه قال لي ان هو بيتنضف عادي، ده تراب ومش عارفه ايه. فقلت خلاص هيطلع بقى مع التنظيف وانا بنضف. بصوا الازاز، شايفين كله مش نظيف يعني. مش هقول لكم مش نظيف، هو ده عيب في الازاز نفسه يعني، هو عيب في ازاز الالوميتال نفسه. طبعا هو ما قالش الكلام ده، هو قال لنا ان هو بيتنضف بس ما بيتنضفش اطلاقا. حاولت معاه كتير جدا، ما طلعش خالص يعني. دي البلكونه الصغيره، بس حاطه فيها حاجات وفرش وحاجات كده عشان العفش جاي النهارده. طبعا احنا بهدلنا الحمام طبعا عشان عمالين نستخدمه وكده. طبعا كل حاجه اتبهدلت، بس بقى ده في الاخر عشان لسه في عمال هيجوا. وبرده دي حاجه، ده حمام عادي بس دي حاجه المطبخ عشان لسه بنحط الحاجه. هنا بقى الالموتال بتاع الصاله برده جبنا اخرنا فيه. وبرده بصوا يعني مثلا اقول ايه خلاص ورقه اهي متشاله فهشدها، بصوا شكرا بس خلاص كده ما بيكملش يعني. مثلا مش سهل الشيل، انا مش عارفه بصراحه اشيله ازاي، وفعلا مقرف جدا خالص. بصوا برضو الضفه بتاعت السلك اللي بره اتخلعت، بس دي قول عادي اتخلعت من المجرى، هنبقى نعملها. ولمعنا بقى الايه السور ده
تلميعه كده. هو كل ده تنظيفه خفيفه بس عشان يجوا يرصوا العفش الاول، بعد كده بقى الايه المسحه والتنظيف وكل ده بقى يبقى في الاخر. ده عشان النت. بصوا عشان هنا ده اسلاك فايبر طبعا. بصوا كل ده تراب لسه ما اتعملش. بصوا هنا بقى ده التكييف، المفروض بقى لسه هيجي عشان يركب التكييف. يا الله، الواحد تعب وهو ما عملش حاجه يعني. هو عايزه اقول لكم بقى الدنيا متكركبه على الاخر في شقتي اصلا، يعني فعلا اعصابي تعبت بجد.